السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناه حياتي في اليابان. فيديو النهارده اللي هو سبب عدم نزول فيديوهات او انا غايب عن القناه ليه، وحبيت اشكركم واشكر كتير منكم اللي هو سالوا عني وعن غياب عن القناه. شكرا لكم جدا. فحبيت ان انا انزل الفيديو ده. السبب الرئيسي هو اللي هو امير، ان هو لسه صغير فمش عارفه اعمل منه اي حاجه خالص. هو لسه صغير ومحتاج ان انا اكون معاه على طول. وامير مش بينام كويس ولا بيخليني انام كويس، يعني كان في الايام الاولى كده كان بينام مثلا الصبح كويس وبيصحى بالليل. الوقت ولا عاد بينام الصبح ولا عاد بينام بالليل كويس، ومش سايبني كمان فرصه ان انا انام كويس برضه. فالفترة دي بصراحة النوم بتاعي يعني مش متظبط خالص، وبقيت عاملة زي الزومبي. فبالليل ما بينامش كويس، فبفضل انا سهرانة او النوم متقطع بالليل، وبالنهار برضك بيبقى الوقت متقطع. ما بعرفش ناخد مثلا قيلولة، وبعمل شغل البيت يا دوبك اعمل الشغل حاجة الاقي ان هو صحي، او سايبة الحاجة واروح له. طبعا بقعد معاه فترة قبل ما بينام مثلا، او ان هو مثلا يهدى ويسيبني وكده، وبعد كده اروح اكمل حاجة تانية. فبتاخد مني وقت، فبلاقي اليوم ان هو عدى مني وان انا عملت يا دوبك حاجات بسيطه اللي هو الشغل البيت يا دوب بالعافيه. ولسه كمان عشان هو صغير قوي فمش مدرك لسه اللي هو الالعاب او ان هو يتلهي في حاجه. فمش عارفه ان انا مثلا الهيه بلعب او حاجات من الحاجات دي. وجربت ان انا اشيله مثلا في اللي هو حماله البيبي. جربت اول حاجه اشيله في اللي هو على الظهر. ما تقبلهاش، هو لسه صغير شويه فان هو يتشال على الظهر وكده، يعني لسه له شويه. واللي هو حاولت ان انا اشيله اللي هو قدام اتقبلها وكل حاجه وكان مرتاح فيها. مشكلته قدام ان هي تبقى محطوطه في حاجات كتير قوي، ان انا مثلا هعمل شغل ايه، ان انا ممكن مثلا اعلق هدوم، اجيب حاجات مثلا ان انا ارتب الحاجه، او ان انا مثلا هستخدم المكنسه الكهربائيه، لكن صعب ان انا استخدمها في اللي هو الطبخ وكده. فبسبب ان انا مش بنام كويس او مش باخد كفايتي من النوم طبعا، لا بالليل ولا بالنهار، فده بيأثر عليا، بيحس ان انا مجهده وان انا ما عنديش تركيز والحاجات دي كلها. انا بتكلم طبعا عامه يعني، وبالاخص انا عشان انا بحب النوم جدا، ولو ما خدتش كفايتي من النوم بلاقي نفسي ان انا دايخه خالص. طبعا انا مريت بالمرحله دي مرتين قبل كده في مالك وكريم. طبعا كل طفل بيختلف عن التاني، كل طبعا مرحله بتختلف عن التاني، بتبقى مش زي بعضها، بتبقى فيه مستويات او درجات. بالنسبه لمالك كان صعب جدا، كان هو اصعب مرحله لحد دلوقتي. كريم كان كويس، كان يعني بينام شويه بالليل، ما كانش بيعيط كتير، الحاجات دي كلها. امير بالنسبه لهم هو وسط ما بين الاتنين، بس هو متعب شويه عن كريم، يعني متعب شويتين عن كريم بصراحه. ف ربنا يهديه ويهدي كل الاطفال يا رب كده، وان شاء الله. الفترة دي بتاخد تقريبا حوالي 3 شهور، ده من خبرتي يعني او اللي انا مريت بيه، حوالي 3 شهور عقبال ما الطفل ان هو يبتدي ينظم شوية بالليل، او ان هو ينام فترة اطول شوية بالليل. ده اللي انا حصل معايا يعني. بعد كده طبعا بقى لو 6 شهور بقى ان هو بيبقى افضل. بعد كده كل ما يكبر شوية يعني الحمل ده او التعب ده بيخف الحمد لله يعني. يا حبيبي. طب في الفترة دي انا مش هنزل فيها فيديوهات، ان شاء الله هنزل فيديوهات على قد ما اقدر يعني، او هحاول. واحنا بالفعل مصورين فيديوهات، او مصورين كمان فيديو اللي هو اسبوع البيبي او اسبوع امير، يعني ده مصوره من فترة. بس للاسف مفيش فرصة ان انا امنتجه. كل مرة اقول لا همنتجه مثلا ان شاء الله النهاردة بالليل، هسهر بقى عليه وامنتجه كده. لكن لكن يا حبيبي حاضر. لكن الاقي مثلا امير مش مديني فرصه خالص ان انا مثلا اسهر بالليل، او يا دوبك لو هو نام شويه بلاقي نفسي ان انا مش قادره وبنام في الفتره اللي هو نام فيها. اقول طب خلاص بقى بكره ان شاء الله بالنهار همنتج الفيديو. طبعا بصحى الصبح بدري اعمل اللانش بوكس للاطفال يروحوا الحضانه، بعد كده بقى ما بين امير وبين شغل البيت يا دوبك بخلص بلاقي نفسي ان اليوم خلص، وهكذا كل يوم في الدايره دي يعني. فان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان انا يعني احاول ان انا امنتج وكده. وكمان في الفتره اللي فاتت دي كان فيها الاسبوع الذهبي في اليابان، هو كان في اجازه يعني، واللي هو الاطفال كانوا في البيت، واهل زوجي كانوا هنا، واخوه كان هنا كمان، وقضينا شويه يعني اللي هو الفتره دي. فكان صعب ان نعمل فيها اي حاجه، لكن في الفتره دي صورنا فيها حاجات ان شاء الله هبقى انزلها بردك لما اقدر ان شاء الله يعني. ان شاء الله لما الامور تتحسن شويه هبقى بردك اعمل فيديوهات روتينات وكده، وان شاء الله تعجبكم باذن الله تعالى يعني. وشكرا جدا لكم وكل اللي سأل، وحبيت اشكركم جدا جدا. شكرا لكم. احنا ان شاء الله احنا كويسين الحمد لله، لكن هي بتبقى فترة صعبة شوية يعني. هي بتمر، كل حاجة ان شاء الله بتمر يعني، وخير ان شاء الله. طبعا في مثلا ممكن يقول دلوقتي طب ما هو قاعد ساكت اهو، انت ما تحطي مثلا ينام وياخد فيديو او كده. انا لو بس حطيته على السرير بلاقي ان هو قاعد يعيط وبيطلبني وما بيسكتش، لان انا مثلا اشيله او ان انا اكون معاه. فهو كده شغال معظم الوقت كده، فان شاء الله هي فترة وبتعدي يعني.
بس كده هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب. للي مش مشترك في القناه هتلاقوا قناه اختي، قناه ريسمس اكتنج، بتقدم فيديوهات كوميديه مضحكه. اتمنى تزوروا قناتها وتشجعوها بالاشتراك فيها، وشكرا لكم. ان شاء الله فيديو جديد، الى اللقاء.